أعلنت الصين عن إلغاء كافة الرسوم الجمركية على المنتجات القادمة من المغرب، مما فتح أبوابا واسعة أمام الاقتصاد المغربي لاختراق أحد أضخم الأسواق في العالم، سوق يفوق عدد مستهلكيه 1.5 مليار، في وقت تتزايد فيه السياسات الحمائية وتشتد فيه المنافسة الدولية، لتبرز الصين رغبتها الواضحة في تعزيز شراكتها مع القارة الإفريقية، واضعة المغرب في طليعة هذا التوجه. ومن لا يزال يشك في تحول المملكة إلى قطب صناعي إفريقي فعليه أن يدقق في الأرقام، فالصين التي كانت في المرتبة 10 ضمن مزودي المغرب أصبحت اليوم المزود الأول وشريكه التجاري الثالث، والأرقام مرشحة لتقفز أكثر. فالزيارة الملكية لبكين عام 2016 كانت نقطة تحول، تلاها توقيع اتفاقيات استراتيجية تضم انضمام المغرب لمبادرة الحزام والطريق، وما إن دخل قرار الإعفاء الجمركي حيز التنفيذ حتى بدأت بوادر الطفرة. فالصادرات المغربية من الفلاحة والصناعة الغذائية والنسيج وقطع السيارات والمكونات الإلكترونية باتت أقرب من أي وقت مضى إلى المستهلك الصيني، بل وأكثر قدرة على المنافسة، لا سيما مع الاستثمارات المتدفقة من شركات عملاقة مثل BTR وCNGR وهواوي وغيرها، حيث تتهيأ مدن صناعية مغربية كطنجة وتكنوبول الجرف الأصفر لاحتضان مصانع المستقبل في مجالات البطاريات، السيارات الكهربائية، الطاقة المتجددة والبنى التحتية الذكية. ولا ننسى أن المغرب يتصدر العالم في تصدير الفوسفات ومشتقاته، المكون الأساسي لبطارية الليثيوم، مما يمنحه موقعا محوريا في سلسلة التوريد العالمية. أما في التجارة الإلكترونية فقد أعلنت في المغرب B2B عن إطلاق منصتها علي بابا، فاتحة الباب أمام آلاف الفلاحين والحرفيين والمصنعين الصغار للوصول مباشرة إلى ملايين المستهلكين في الصين. كل ذلك يجعل من هذا البلد المغاربي بوابة استراتيجية للصين نحو إفريقيا وأوروبا وأمريكا، ومركزا لوجستيا عالميا بفضل موقعه الجغرافي واتفاقياته التجارية مع أكثر من 45 دولة. فهل يتحول المغرب حقا إلى مصنع إفريقيا؟ وهل نشهد قريبا منتجات مغربية تغزو المتاجر الصينية؟ الأكيد أن الإمكانيات متاحة والفرص تتكاثر، والكرة الآن في ملعب المستثمرين وصناع القرار، فالتاريخ لا ينتظر المترددين بل يصطف بجانب الشجعان. وإذا عجبكم هذا النوع من المحتوى لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركته مع أصدقائكم. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة.